السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي معايا في مطبخ ديدي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض طبق من الأطباق البسيطة جدا المصرية المعروفة لينا دايما في الشتاء، نقول بتدفينا وبتدينا طاقة. هنعمل عدس الأصفر. قبل ما أبدأ في الفيديو بتاعي حبايبي بفكركم بلايك للفيديو، اشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. معانا مقادير الأكلة الحلوة دي: ربع كيلو من العدس الأصفر مغسول ومتصفي زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا طماطماية متوسطة مقطعة قطع صغيرة، بصلة برضو متوسطة مقطعاها، وجزرة مقطعة قطع صغيرة، وشوية توم، يعني عبارة عن 6-7 فصوص توم كده. كل ده هننزله على العدس، وكل ده هيتهري مع العدس ومش هيبان خالص، بس هيديله طعم طبعا لذيذ، وهيديله ريحة ولون وكل حاجة. هنغطيه بالمية، ممكن مية سخنة بتغلي وممكن مية باردة عادي، يعني مفيش مشكلة. وهنرفعه على النار ونخليها وسط لحد ما يتشرب المية ويستوي. بس دايما تقلبيه وتخلي النار هادية عشان ما يلزقش في الحلة برضو. اهو العدس بتاعي استوى خالص اهو، وكل المكونات اتقرت معاه. هنسيبه لما يهدى ونمسكه نضربه في الخلاط. تضربوش في الخلاط وهو سخن، يا اما اذا كان عندك هاند بلندر ممكن وهو سخن. كده انا ضربته كله في الخلاط اهو، شوفي كله اندمج مع بعضه، شوفي لونه وجماله. وهرفعه على نار هاديه. طبعا تخففيه بقى زي ما انت عايزاه تقيل، عايزاه خفيف زي الشوربه كده، يعني السمك اللي انت عايزاه. وهنزل فيه بقى الملح، الكمون، طبعا العدس بيحب الكمون قوي، نحط معلقه صغيره كده مليانه، وسنه شطه تديله طعم بس لو انت حابه، لكن انا شايفه ان الشطه بتديله طعم جميل قوي، سنه صغيره بس. ده كل اللي بنحطه العدس، كمون والملح والشطه. وهسيبه على نار هاديه جدا جدا. هجيب بقى طاسه وانزل فيها شويه من الزيت، وعندي بصله مفرومه، بصله حلوه بقى كده متوسطه. هحمر البصله وانا مهديه النار على العدس، حمرها اديها لون جميل، وهنزل بيها على العدس. هي دي الطشه بتاعت العدس، بس عباره عن البصل، واقلبه ودوقي بقى الطعم والجمال والريحه، يعني تاكلي صابعك وراه. واكله شتويه لذيذه قوي قوي. انا غرفت الطبق بتاعي اللذيذ الجميل اهو، حطيه بقى وحطي جنبه المخلل والعيش، وكلي بقى لما تشبعي. جربي العدس الحلو ده في الشتاء ان شاء الله هيعجبك. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش بلايك للفيديو، اشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش، فعلوا جرس الاشعارات على كلمة الكل عشان يوصلكم كل جديد. شاركوا اصحابكم الفيديو بالهنا والشفا.